Adam Pearce, you want to ruin my moment in the Royal Rumble? You want to ruin my Royal Rumble? I'll ruin your entire show! Screw Monday Night Raw! You got this. What happened? Okay, first of all, this is not Bron Breakker's fault. This is Adam Pearce's fault, and each and every single one of you know that. Adam, I'm gonna count to 3. You get your sorry ass out to my ring right now. 1, 2. Aren't you bored? Aren't you embarrassed enough? Number two, that's all I hear. Number 2, you drew number 2. You were among the first to draw the number and you pulled it out. I didn't draw it for you, you drew it. And the masked man, who is the masked man? I don't know who the masked man is. And the truth is, the last time we saw the masked man, it was Austin Theory. It's not that. You know it's not him. What are we doing, man? What are we doing? على مر العصور داخل الدبليو دبليو اي دايما بتلاقي سيناريو متكرر كده بيحصل، وهو سيناريو الشخص المقنع اللي هو بيبقى مجهول الهوية تماما. ولكن الكلام ده كان بيحصل كل فترة والتانية داخل الدبليو دبليو اي، ولكن حاليا تريبل اتش وفريق الابداع استعملوا قصة الشخص المقنع ده بشكل مختلف تاني. البداية بدأت من عرض سرفايفر سيريس وور جيمز عام 2025، وتحديدا مباراة الوور جيمز المين ايفنت بين تيم الفيجن ضد تيم رومان وبانك وكودي وجاي وجيمي. وفي نهاية المباراة ظهر شخص مقنع وهاجم سي ام بانك وعمل له وقتها ستامب، وتسبب في خسارة فريق بانك وقتها وفوز الفيجن. علشان تتوالى الاحداث ونعرف ان الشخص المقنع ده هو اوستن سيري. ثم في عرض الرويال رامبل عام 2026 بالرياض، واثناء دخول برون بريكر كرقم 2 في الرويال رامبل، ظهر الشخص المقنع مرة تانية وهاجم برون بريكر، ونفس اللي عمله الشخص المقنع بتاع سرفايفر سيريس عمله نفس الشخص المقنع اللي هاجم برون بريكر. سوبر كيك، ستامب، ودخل بريكر للحلبة، واوبا فيمي اقصى برون بريكر من المباراة بعد 10 ثواني له بس على الحلبة. لو جينا بصينا على الشخصين المقنعين اللي ظهروا داخل الدبليو دبليو اي، سواء المقنع بتاع سرفايفر سيريس او سواء المقنع بتاع الرويال رامبل، هنلاقي ما بينهم اختلاف جسدي بسيط قوي. علشان انا عارف ان في ناس بتدقق في الشكل الجسدي بتاع الشخص اللي هاجم على التاني. الشخص الاولاني من اول يوم ظهر فيه في عرض سرفايفر سيريس كلنا كنا متوقعين ان هو اوستن سيري، اللي يقول لك ده احنا عرفته من ظهره، اللي يقول لك ده انا عرفته منين، بلاش اقول لك انا هو عرفه منين. ولكن الشخص التاني باين ان هو انحف شويه عن الشخص الاولاني بك. طب انت عايز توصل لايه من المقارنه الجسديه ديت؟ عاوز اقول لك ان الدبليو دبليو اي بتحاول تبني ل3 سيناريوهات من القصه بتاع الشخص المقنع دي. السيناريو الاول وهو سيناريو الخدعه اللي الدبليو دبليو اي بتحاول تلعبها عليك من القصه اللي دايره دلوقتي، واللي هي بتجبرك تعرف مين الشخص المقنع، ولكن في الموضوع في خدعه وفي تريكايه بسيطه الدبليو دبليو اي بتعملها. والسيناريو الثاني اللي هو سيناريو اللعبه اللي بيلعبها حد من المصارعين على الفيجن داخل الدبليو دبليو اي. والسيناريو الثالث هو الشكل النهائي اللي الدبليو دبليو اي هتقدمه لك. فخلينا نتكلم عن ال3 سيناريوهات في حلقه النهارده سيناريو ونعرف مين هو الشخص المقنع. فكرة تكوين الفيجن من الأساس هي فكرة سيس رولينز وبول هيمن، وبعد انقلاب الفيجن على سيس رولينز وأصبح لهم قائد جديد اسمه برون بريكر، وسيس رولينز اختفى عن الأحداث تماما، فبريكر كان فاكر إن طريقه هيفضل فاضي داخل الدبليو دبليو. ولكن فجأة برون بريكر لقى نفسه بيحارب آدم بيرس مدير عرض الرو. في كل عرض من عروض الرو تلاقي حاجة بتحصل للفيجن بيكون سببها بشكل غير مباشر آدم بيرس. طب السؤال هنا، ليه أصلا آدم بيرس هو اللي بيشترك في الاخطاء دي كلها حتى لو بيطلع بشكل غير مباشر؟ على مدار سنة 2025 آدم بيرس كان حصل له ضرر كبير قوي بسبب الفيجن، بسبب اللي هم كانوا بيعملوه من تدمير للمصارعين، تدمير للمباريات، تدمير لعرض الرول الخاص بيه. وبعد انقلاب الفيجن على سيس رولينز والسيجمنت اللي حصل ما بين آدم بيرس والفيجن لما طلب منهم ان هم يسلموا لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون، وقتها برون بريكر عامل آدم بيرس باحتقار. لما اصر ان آدم بيرس يعتذر له وانه يطلب بأدب اللقب منه،
فوقتها هتحس ان ادم بيرس شال في نفسيته شويه من برون بريكر. ولما الفيجن قدروا يفوزوا في الوار جيمز بمساعده الشخص المقنع اللي هو طلع اوستن سيري، ادم بيرس برضه حصل له مشاكل بسبب الفيجن وبسبب الاخطاء الكتيره اللي الفيجن بيعملوها. وظهور اوستن سيري وانضمامه للفيجن زودت المشاكل اكتر ما بين ادم بيرس والفيجن، فبدات تحصل حاجات غريبه للفيجن اللي بدات من مباراه سي ام بانك ضد برون بريكر في اول عروض الرو في سنه 2026، المباراه اللي كانت على لقب العالم، المباراه اللي اتدخل فيها الفيجن واتدخل فيها برضه بنتا وريمستيريو ودراجون لي، والمباراه خسر فيها برون بريكر بعد اداء عظيم وكان قريب جدا من الفوز باللقب. فبرون بريكر اتجنن وبدا يدمر في كل اللي كان بيحاول يساعد بانك في المباراه، بنتا ودراجون لي وريمستيريو، لحد ما ادم بيرس اتعصب عليه وادم بيرس بدا يزق في برون بريكر، فبرون بريكر مسك ادم بيرس وكان هيضربه خلاص. وقتها ادم بيرس اعلن ايقاف برون بريكر، ولما برون بريكر اتوقف الفيجن بدا يتلعب بيهم من ادم بيرس. خسروا المباراه اللي اتحدت لهم ضد ريمستيريو وبنتا ودراجون لي بعد ما ريمستيريو ضرب اوستن سيري بالناكلز، اللي بول هيمن وقتها قال ان ادم بيرس هو ادى لريمستيريو الناكلز دي علشان يخلص على الفيجن خالص. وقتها بول هيمن استعمل سلطته وما نعرفش يكلم مين وخلاه يكلم ادم بيرس، وادم بيرس وقتها قرر ان هو يرجع برون بريكر مره تانية. المكالمه دي لازالت مجهوله، لا نعرف مين اللي اتكلم مع ادم بيرس ولا اقنعه ازاي ان هو يرجع برون بريكر. المهم ادم بيرس اعلن ان برون بريكر هيشارك في الرامبل وكل اعضاء الفيجن هيشاركوا في الرويال رامبل، واعلن كمان ان ادم بيرس هيدخل الرويال رامبل كرقم 2، وكأن ادم بيرس بيحضر لخطه انتقام من برون بريكر نفسه. فجاه لقينا شخص مقنع بيهجم على برون بريكر وبعدين برون بريكر يتم اقصائه من الرويال رامبل بعد 10 ثواني فقط، من شخص متوقع ان هو يفوز بالرامبل لصدمه العرض الوحيده اللي حصلت في العرض تقريبا. وحاليا برون بريكر في عرض الرو اللي فات لما وقف قصاد ادم بيرس ما عرفش يعمل اي حاجه بسبب ان ادم بيرس محصن نفسه، وبرون بريكر كان هيتجن جنونه وقتها وطلب من بول هيمن انه يلاقي خطه، علشان كده الوضع خرج عن السيطره تماما. طب ايه الخدعه في الموضوع؟ الخدعه في الموضوع اللي انت لازم تلاحظها هي ادم بيرس. ليه ادم بيرس بينتقم من الفيجن؟ الكلام كله اللي انا قلته ده واللي انت سامعه من بدايه الفيديو لحد دلوقتي كلام مجرد تحليل مش اكتر. احنا ايش عرفنا ان ادم بيرس اصلا بينتقم من الفيجن؟ الموضوع ده هينتهي ازاي؟ الموضوع ده لازم ينتهي بمباراه يتم تحديدها يا اما في عرض الرو يا اما في عرض الاليمينيشن تشامبر اللي هيتلعب يوم 1 مارس، وهي مباراه ما بين الفيجن ضد تيم ادم بيرس. يعني الفيجن برون بريكر، برونسون ريد، لوجان بول، اوستن سيري هيواجهوا ريمستيريو، دراجون لي، بنتاجون، ومعاهم ادم بيرس كمان يشترك في المباراه ويلعبوا مباراه في عرض الاليمينيشن تشامبر. طب والمباراه دي يحصل فيها ايه بقى بما اننا لسه في الفصل الاول؟ المباراه دي ايه اللي هتنقلنا للفصل الثاني. الفصل التاني معانا وهي اللعب. بعد الخدعه اللي هو ادم بيرس فدلوقتي جه دور اللعبه انها تبان قدام الجماهير كلها في المباراه دي، وتكون مباراه اقصائيه علشان ادم بيرس يكون هو اخر واحد يقف على الحلبه فيس تو فيس ضد برون بريكر، وبرون بريكر يفضل يهين في ادم بيرس في الحلبه. ولكن قبل ما برون بريكر يكسب تحصل مشكله والحكم مثلا يتخبط ويقع على الارض، وبعدها يظهر الشخص المقنع مره تانية ويهاجم برون بريكر ويعمل له ستامب، ووقتها ادم بيرس يثبت ويكسب برون بريكر. وقتها الشخص المقنع ده في عرض الاليمينيشن تشامبر يخلع القناع بتاعه ويظهر الفريكن سيس رولينز، وبكده يبقى الفصل الثاني اللي هو اللعبه وسيناريو اللعبه ظهر للكل. سيس رولينز كان بيلعب بالفيجن لما الفيجن لعبوا بنفس اسلوبه في عرض سرفايفر سيريس واظهروا اوستن سيري كانه الشخص المقنع، فسيس رولينز لعب بيهم بنفس اللعب وهو الشخص المقنع. ومن هنا تبدا العداوه الجميله ما بين برون بريكر ضد سيس فريكن رولينز اللي هتتنقل لعرض الراس المانيا العظيم. لو السيناريو ده حصل فهو سيناريو اعجازي بصراحه، وسيناريو جميل ومنظم ومرتب لحد دلوقتي. فكره ماتش ادم بيرس ضد الفيجن هيكون حلوه جدا، حتى لو الدبليو حددت مباراه 1 on 1 ماتش ما بين ادم بيرس وبرون بريكر انا ما عنديش اي مشكله، يا اما الفيجن ضد تيم ادم بيرس يا اما برون بريكر لوحده بس هو اللي هيلاعب ادم بيرس. في كلتا الحالتين لازم يظهر الشخص المقنع. انا اتمنى ان الشخص المقنع ده يبدا يظهر للفيجن برضه الفتره الجايه بشكل كبير، اللي هو بمعنى يخسر الفيجن مباريات مهمه، مباراه تاهيليه مثلا لعرض الاليمينيشن تشامبر. يعني مثلا برون بريكر يكون قريب ان هو هيشارك في مباراه الاليمينيشن تشامبر المباراه النهائيه، ولكن يخسر بسبب الشخص المقنع، وبكده احنا هنكون ماشيين بشكل صح. والسيناريو اللي انا حكيته من فصل اول وفصل تاني سواء الخدعه او اللعبه هو اللي هيمشي بالنص المكتوب بالملي.
ولكن برضو ما ننساش ان احنا عندنا السيناريو الثالث وهو الشكل النهائي. الدبليو دبليو اي ممكن تقدم لك ايه غير قصة سيس رولينز مع الفيجن؟ سيس رولينز باختصار هو عنده اصابة في الكتف، والاصابة دي بعد العملية البسيطة اللي هو يعملها لازم تحتاج فترة تأهيل، وسيس لحد دلوقتي ما خدش التصريح الطبي ان هو يصارع غير لما يكمل فترة التأهيل بتاعته. ولكن كنت شفت خبر من مدة ان سيس رولينز هيبدأ تأهيل في شهر فبراير، وفترة التأهيل مش هتاخد منه كتير، فاظن ان عرض الإليمينيشن تشامبر هو عرض مثالي لعودة سيس رولينز. ولكن الدبليو دبليو اي في حالة عدم وجود سيس رولينز هتقدم لك سيناريو غريب هيروح لعرض الراسلمانيا، وهو سيناريو لوجان بول. انا عارف ان السيناريو بتاع لوجان بول انه ممكن يكون شكل نهائي وسيناريو غريب شوية، ولكن هو فيه شوية منطقية، وهو ده اللي مقلقني. لما ادم بيرس اعلن ان الفيجن كلهم هيشاركوا في الرويال رامبل، فلوجان بول مع الفيجن خلف الكواليس اقترح عليهم كلهم ان احنا لازم نختار حد فينا بس هو اللي يكسب ونساعده لحد ما يكسب. فلوجان بول هو اول واحد وقف وقال انا عن نفسي بختار برون بريكر، وبعدين الكل قال بعدها موافقه، ولوجان بول اصر ان احنا هنعمل كل اللي علينا وكل جهدنا هنطلعه علشان بريكر يكسب الرويال رامبل. وفي الرويال رامبل برون بريكر تم اقصائه بعد 10 ثواني بس. فسيناريو مشكك كده ان لوجان بول هو الشخص المقنع، وجينا قارنا الشخص المقنع بجسد لوجان بول فهتلاقي ان مفيش فرق اصلا، او ممكن يكون في فرق بسيط، بس القصه ديت هو الشكل النهائي اللي الدبليو دبليو ممكن تقدمه في حاله عدم عوده سيس رولينز. فانت قول لنا تحت في الكومنتات توقعك مين هو الشخص المقنع اللي هجم على برون بريكر. وبس كده يا شباب في الدنيا، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تتابعنا على صفحه الفيسبوك وتتابعنا على حسابات الشخصيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.